لا تقولي هندي ولا تايواني. المطبخ المصري ده عالم تاني. يلا بينا النهاردة على أكلة حرشة تجنن، تحفة تاخدك بصي، تحفة جدا. يلا بينا على السمك الجميل ده. جوزي جايبهولي، قال لي ماما جاية في السكة. يا نهار أبيض، طب أنا هعمل إيه أنت ومامتك والسمكة الطويلة دي؟ قطعتها ونضفتها وقلت هبهرهم النهاردة بالكيلو ونص اللي انتوا شايفينه. عملت تتبيلة حكاية. حطيت فيها إيه؟ حطيت فيها معلقتين توم وكمون وليمون وملح وكزبرة. ده أساسي، وحبة إيه، وحبة كركم وحبة كزبرة ناشفة. زي ما انتوا شايفين دي أساسي لأي تتبيلة سمك. حطيت شوية خل كمان عليهم، ومعلقة مستردة كبيرة بصي بتودي التست في عالم تاني هي. ومعلقة البصل اللي أنا حطيتها دي، بصوا في التتبيلة خطيرة. ومعلقة هريسة شطة كنت عاملاها لكم قبل كده في فيديو كان رائع جدا. يلا نتبل السمك التحفة اللي مغسول ونضيف ونقعينه وزي الفل. هنتبله، هنعمل بيه طريقتين النهارده. يلا نعمل شويه رز كده عقبال ما ايه السمك يتبل كده ويبقى حلو في التتبيله. هنجيب معلقتين زيت وهنحط البصل المبشور، هنحط عليه ايه، هنحط عليه فلفل اسمر وملح. يلا نقطع فلفلايه كده قطع صغيره وطماطمايه، وهنبشر كمان معاهم جزرايه. الكلام ده هينفعني كمان في التتبيلات الجايه، ايوه طبعا. هنحمر البصل زي ما انتوا شايفين، وهنزل بايه، بمعلقه من كل ايه، من كل نوع زي ما انتوا شايفين، معلقه واحده بس عشان بصوا تطعمها. ومعلقه توم صغيره خالص، بصوا بتنقلها في حته تانية. يا سلام بقى، شويه صويا صوص كده معلقه كبيره، بصوا روعه. الله، تجنن. اول ما اتشوحت بقت اللون اللي انتوا شايفينه، نزلت عليه بميه سخنه وملح وفلفل اسمر وبس على كده. ليه فلفل اسمر؟ بصوا السمك مع الفلفل الاسمر حكايه. وحته التومه اللي احنا حطيناها دي هتنقلها نقله فظيعه. هنحطها على النار لحد ما ايه، بصوا الميه فوقيها كده بعقله صباع بس. هنوطي عليها النار، يعني تغلي غلوتين ووطي بقى عليها النار. يلا نعمل بقى طبق، بصوا بصوا محبش بقى يجنن. هنقطعه زي ما انتوا شايفين ونحط عليه شوية ملح عشان ما يشربش زيت. طبعا انا مش هقليه بالزيت، لا هعمل له تتبيلة تجنن. الطبق ده ما بيتقطعش من بيتي بفضل الله، كل يوم موجود. حطيت معلقة بابريكا ومعلقة زيت كبير، عايزة تحطي زيت زيتون، عايزة تحطي زيت عادي، وحبة كزبرة ومعلقة توم بودرة. كل الكلام ده بيعلي تيست البتنجان جدا، ولونه وطعمه بيبقى حكاية جدا. هنحطه على الطاسة كده وهنمسحها بزيت. وهنحط كمان ايه، معلقة من التتبيلة اللي احنا عملناها، علشان لما احط البتنجان مش لسه بقى هحط هدهن وشه وظهره. كفاية وشه وظهره كده كده، انا ايه، انا حطيت في الارضية زي ما انتوا شايفين. بصوا تتبيلة خطيرة. هعمل له بقى صوص كده يجنن. توم وخل وكمون وملح وبابريكا و... وايه تاني، وحطينا عليه كزبرة ناشفة ومعلقة هيسة شطة، وطشيتهم عليهم كده فوقيها، بصوا حكاية. رشتهم بس كده زي ما انتوا شايفين. خطير الطبق ده، حكاية حكاية. يلا بينا بقى نشوف السمك اللي هنعمله نوعين ده. نوع هحطه في صينية، وانا طبعا بموت في الصينية دي جدا. ونوع تاني هنحمره كده بتتبيلة تحفة، وبطريقة حلوة قوي تخليكي ما يشربش منك زيت ولا يغير لونه. جبنا بقى الخضار بتاعنا، حطينا عليه توم وحطينا عليه ليمون وحطينا عليه شوية كرفس كده. وهنقلب كل الكلام الجميل ده، وهنحط كمان معلقة بصل. كل الكلام ده حلو جدا، وخل طبعا. وهننزل بيه على السمك اللي احنا متبلينه، ومعلقه وليمون كده عصرناه، وشويه خل وزيت على الوش كده، وبابريكا وكمان شويه كركم. بصوا لونه هيبقى خطير وطعمه حكايه. ونص كوبايه ميه سخنه كده يغلي غلوتين على النار كده ربع ساعه، وادخله تحت الشوايه على طول. خلصوا بقى حكايه، بصوا ما خدش وقت. سهل قوي بجد، تتبيله رائعه جدا. الله، شايفين شامين الريحة؟ أكيد شامينها من الدخان ده، يجنن. يلا نعمل بقى تتبيلة عالمية. حطينا الدقيق وعليه نشا، وحطينا كركم وملح وكمون عشان نعمل أحلى تتبيلة للسمك المقلي اللي يجنن ده ويخرفش كده ويبقى حكاية. بتتبيلة وبصوا صوص بقى رائع. هنعمل له صوص جميل جدا. هنجيب بقى بولة مية، هتنزلي بالسمكة كده، دي طريقة. أو هتعمليها زي ما أنا بعملها كده، بصوا بطبطب عليها بالمية بس كده. بعد ما بدرها في الدقيق بطبطب عليها بس، وانزل بيها في زيت سخن زي ما انتوا شايفين. 3 دقايق ووطي عليه النار، بصوا هيبقى لونه كريسبي قوي. يلا نعمل له الطشه بتاعته بقى، توم وخل كتير وبابريكا كده وشطه وليمون وبس، وحبه ميه صغننين قوي.
بس دول بقى أول ما يطلعوا السمك هتطشيهم كده عليهم على الوش كده بصوا حكاية. معلقة كبيرة مية مش كتير يعني فاهمة؟ يعني نحط 3 معالق مثلا خل. خلصت الأكلة بتاعتنا الحكاية. بصوا ده بقى السمك المقلي، وده السمك اللي مع الرز ده الصيادية. أما اللي هناك دي بقى ده بقى بابا غنوج. شوينا البتنجان على النار، كنت عامله لكم الفيديو ده قبل كده. وعملنا سلطة بلدي بشرنا عليها جزر وبنجر. بصوا بتنقلها نقلة تانية خالص، حاجة كده تجنن. أما الطبق الجاي ده حبيبي بقى، ماما جعانه اقول له عندك بتنجان في التلاجة. راح جاي بصوا ده والله لو ما في كل ده انا اهم حاجه الطبق ده بالنسبه لي. بموت في البتنجان. بصوا سهل جدا وطريقته خفيفه وتحفه، ولا حماوه ولا الجو ده. طبعا لما بنعمل بتنجان برش عليه رشه سكر صغيره قوي عشان الحماوه. زي ما انتم شايفين الله يجنن. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم.